قصة اليوم عني أنا. اليوم القصة دائما أقول لكم القصص اللي صارت للناس وزي كذا. اليوم قصة لي أنا. أحد دق بابي وذكر اسمي وقال يا أم فلان، وكان بيكسر الباب عشان يضطر يدخل، وأنا أصلا ما كنت في البيت، كانوا عيالي اللي بالبيت. تعالوا نكمل القصة وأقول لكم إيش صار. الله يحفظنا ويحمينا. يا حبايبي، أنا كنت برا البيت، كنت في مشوار وعيالي في البيت، وأنا متعود عيالي أسيبهم في البيت معاهم الجوال وكل حاجة. بعد خروجي يمكن بساعة إلا جاني اتصال ويكلموني يقولون يا ماما تعالي بسرعة بسرعة، في أحد يدق الباب ويقول اسمك ويقول أم فلان. يعني عارفني هذا الشخص، هذه حرمة. ودحين أقول لكم تكملة القصة. المهم، عبال أنا ما جيت وأقول لهم وأكلمهم على الجوال هدوا وكل حاجة وانتبهوا عادي، مدام الباب مقفل الحمد لله، ودايما أنا أستودعهم الله في عيالي هم في البيت. المهم، وهي الحرمة تدق الباب تقول افتحي أنا أبغى ماما أبغى ماما، وتقول اسمي وتقول أم فلان، هذه عرفتني. والحمد لله أنا مركبة بالباب إني أشوف مين اللي قاعد يدق الباب، لدرجة بنتي تقول لي يا ماما يعني لاصقة في الباب، لاصقة في الباب، الحرمة لاصقة لاصقة. شفتوا لما الواحد يدق الباب يكون بعيد؟ لا، هذه لاصقة في الباب، تخيلوا. وتدق الجرس وتقول افك الباب فك الباب أنا أعرف ماما، وتقول لها كيف حال جدتك، كيف حال ماما كبير، كيف مدري إيش، تسألها. بنتي الحمد لله ما فكت الباب. تخيلوا ماسكة يد الباب، لدرجة ماسكة يد الباب. انتوا بالتصوير لو انا ارسل لكم التصوير يعني من جد تشوفون قد ايش. كمان الحمد لله الذي عافانا يا رب، الشكل يخوف، شكلها يخوف يخوف يخوف. كانت كشفة وجهها، والحمد لله بنتي صورتها كله بكلامها بكل شيء جالسة تطلب. فلما تمسك يد الباب تهز الباب، تخيلوا وهي تكلم بنتي تهز الباب. والله العظيم يعني اتخيلوا انتوا بعيدين على البيت وبنتك جالسه تكلمك ومن جوالين، الجوال ماسكه تصوير وجوال جالسه على انا باتصال انه ما خليتهم يقفلون الجوال. فتخيلوا جوال ماسكه تصوير وجوال اسمع الاصوات، انا اسمعها بس ما شفت الشكل ولا شفت شيء. فتقول لها ليه ما تفكي لي، فكي لي يا بنتي الباب، فكي الباب بقعد عبل ماما ما تجي. عارفة اني انا خارجة، تخيلوا هذه الخلعة اللي انخلعتها، عارفة اني انا خارجة، غير انه اسمي عارفة اني انا خارجة انا وابوهم برا البيت. فقلت يا ماما هديتها وقعدت، لو تشوفون انا كثير يعني اخاف اخاف اخاف، لدرجة اني في ذاك اليوم مسكت نفسي من الخوف، يعني عشان ما بخوف بنتي وهم في البيت. فقلت لها ماما اجلسي تجاريها بالكلام عبال انا ما اوصل يكون هي موجودة. كمان شفتوا، فقالت يا ماما طيب يمكن أحد من الجارات أرسلوا شغلتهم. قلت يا ماما ما في أحد يرسل، شغلته على الساعة 9. انتبهي يا ماما، بس خليكي كذا منتبهة وخليكي شغالة تسجيل فيديو. قالت لي طيب. فأنا قلت جالسة أمخمخ كذا أرسل، وأنا في السيارة أرسل الحريم في الجروب أقول لهم أنتوا أرسلتوا شغالتك في البيت عندي تبغين حاجة؟ قالت لا ما في أحد أرسل. طبعا الجروب كله جروب جاراتي القريبات من بيتي، قالوا ما في أحد أرسل، وعلى الساعة 9 لو يبغون يرسلون العصر ده. فقلت يا الله زاد الخوف فيا، بس ما بينت الخوف لبنتي أهم حاجة. فقلت إيش أسوي؟ فبسرعة نمشي بالسيارة، لو تشوفون سرعة السيارة اللي نمشي فيها عشان بس ألحق أشوف هذه اللي قاعدة تدق الباب. طبعا وصلت البيت، لما وصلت البيت ما لقيت أحد، على طول طلعت بسرعة، ما لقيت أحد عند بابي، على طول فكيت الباب وبنتي توريني. لو تشوفون كيف شكلها، الحمد لله الذي عفانا، مو شكل حرمة، رجال رجال. كبرنا التصوير كبرنا كل شيء، باين إنها رجال، لابسة عباية ولابسة طرحة. جالسة أشوف الفيديو قاعدة أتخيل وإيش تسوي. شفتوا لما الشخص يكلمكي عيونه على الباب، تمام، يكلمكي
شوية تلقين عيونه على جنب، يعني كأنها في أحد كان معاها واقف على الباب بس يستنى أحد يفك الباب ويدخلون، يعني كأنه في أحد معاها مستنيها. تقول يا ماما لدرجة إنه هي تكلمني كأنها جالسة تقول لي افتحي أنا مدري إيش كيف حال ماما زي كذا، تمسك يد الباب وتهز تهز تهز وتطلع. والله العظيم لو تشوفون أنا شفت نظرات عيونها إنها كانت متجهة الجهة الثانية، كأنه في أحد معاها، 2 3، يعني بس مجرد أحد يفك الباب على طول يهجمون. نظراتها لصقة في الباب، هزتها للباب، كل هذه الإثباتات كانت موجودة في الجوال، وإلى الآن إلى الآن موجودة عندنا. والله العظيم يعني لما شفت الفيديو غير لما بنتي جالسة تكلمني، غير الشكل، الصوت، إنها لما تقول اسمي من جد، ولما من جد يعني خوف. بس أنا ما نزلت الصور الصراحة، ما حنزلها في سنابي، بس يعني قبل لما قلت القصة أنا ما نزلتها، بس يمكن إذا اضطر الأمر إني حنزلها لكم وتشوفونها قد إيش إنها ميه حرمة إنها. والحمد لله الحمد لله، يعني الواحد صح يخاف وخوف وزي كذا، بس يضطر بعض الأوقات إنه يطلع مشوار ويجي، يكون عندهم الجوالات وعندهم كل شيء، وأهم شيء يستودعهم الله ويحصنهم. والحمد لله، لأن الحمد لله يعني ربي حمالي عيالي الحمد لله، ويحفظ لكم عيالكم يا رب. يعني الموقف ذا اللي صار من جد يعني خلاص خلانا على طول حطينا كاميرات في جميع الجهات. الشاشة عندي أنا في بيتي أشوف مقسم بجميع الجهات، يعني خلاص مسجل كل شيء، أحد يطلع أحد يخرج كل حاجة، فهذه أفضل لي. والحمد لله إنه بنتي يعني جاها إنها تصور وكل شيء تلقط بجوالها، والحمد لله على كل حاجة. فانتبهوا. والحمد لله. والله يعني أهم شيء إنك تدرسين عيالك اللي موجودين في البيت ما يفكون الباب. حتى بعض الأحيان في حريم يخلون المفتاح بالباب، تقول خلاص خليه في الباب، أنا موجودة في البيت، تقول خلي المفتاح في الباب وخلاص. فانتبهوا، مثلا انت تكون مشغولة بالمطبخ او تكون مشغولة تنظفين البيت وزي كذا، دق الباب على طول الطفل يروح يفك الباب وما تلقين الا احد داخل بيتك. فانتبهوا، شيلوا مفاتيحكم، اذا خرجتوا نبهوا على عيالكم وانصحوهم ما يفكون الباب الاحد نهائيا ما يفكون. يعني شوفوا انا مفهمتهم عيالي، حتى شوفوا ذكرت اسمي بس عيالي ما فكوا الباب، لانه انا قيلت لهم ما حد احد دق عليكم لا تفكوا الباب، حتى لو طلبكم شيء لا تفكون الباب له. وبالاخير اقول لكم يعني حتى وانتوا في بيتكم او خرجتوا استودعوا الله وخلاص، وتوكلوا على الله. احنا الخوف فينا، بس لما الواحد يكون محصن، لما تستودعينهم الله إن شاء الله بإذن الله. والنصايح انصحيهم، النصايح مهمة في أي مكان تروحين، حتى شوفي وانتي في بيتك تنصحينهم لا تفتحون الباب ومدري إيش وزي كذا. والحمد لله على كل شيء، الله يحفظنا ويحمينا يا رب يا رب. بتقولي لي إيش سويتي يا عندك الفيديوهات، سويتي شيء؟ ما سويت ولا حاجة، خلاص عندي الكاميرات عندي الفيديوهات خلاص، والباب دايما أقول لهم مقفل، فالحمد لله يعني ما سويت ولا حاجة. دي نهاية القصة اللي صارت لي أنا بنفسي. الله يحفظنا ويحمينا يا رب. لا تنسون النصايح المعلومات لعيالكم لأهل بيتكم إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ما يصير لنا شيء، ربي يحفظنا ويحمينا يا رب. هذه هي النهاية. قبل ما نقفل، ايش رايكم تشتركوا بالقناة ولايك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. يلا باي.